بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة على موضوع بعنوان لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. هي أصلا الآية عايزة في حد ذاتها، هي خلصت الموضوع. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. يعني حياتنا كده يتقال على الناس المسيحيين الناس دي ملهاش في الفلوس، خالية من محبة المال، ما بيحبوش المادة. يصح ان احنا كمسيحيين سيرتنا يعني قصتنا لما حد يجيب في سيرتنا يبقى اول كلمة يقولها الناس دي ملهاش في الماديات، الناس دي روحيات. العالم كله في ملكوت واحنا في ملكوت ايه تاني. يعني يا بخت الشخص اللي في شغله يقولوا له هو انت الملكوت تاني يا ابني ولا ايه؟ يا ده يبقى حلو قوي، يبقى وصلت الرسالة، يبقى سيرته عندهم خالية من محبة المال، هو مختلف كده. اما اللي شبه الناس فهم معتبرينه من نفس ملكوتهم يعني، لكن احنا ملكوتنا ليس من هذا العالم، احنا سيرتنا خالية من محبة المال. وبعد كده ربنا ادى العلاج في نفس الآية على لسان القديس بولس. الآية دي موجودة في رسالة تيموثاوس الأولى. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ليه بقى؟ لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. بهذه البساطة يعني ما تدلقش على الفلوس قوي، ادلق على ربنا، لأنه هو قال مش هسيبك لو ادلقت عليا. بس أسأل سؤال، هو في حد ما بيحبش الفلوس خالص؟ يعني لو اتقال لك دلوقتي انك كسبت، جات لك رسالة، بس رسالة حقيقية مش فيك من اللي بتجيلنا دي، رسالة حقيقية من بنك بتثق فيه مثلا، وقال لك انت كسبت الشهادة البلاتي ذهبية ماسية برونزية وكسبت مثلا 1,000,000 جنيه، هتكمل الوعظة؟ لو كان البنك فاتح يعني ما افتكرش هتكمل الوعظة. طب وبعدين؟ يبقى كلنا فينا حته. وده مين اللي قال كده؟ ده القديس يوحنا الدرجي. القديس يوحنا الدرجي ده واحد من رهبان الصحراء المعتق في الصحراء جدا بتاع سينا. القديس يوحنا الدرجي ده كان قديس من القرن الخامس الميلادي، عايش في صحراء سينا، في أديرة سينا. كتب كده، قال لا يفارق أحد محبة المال إلا بدخوله القبر. يعني عشان تتخلص تماما من المال ده يوم النياحة إن شاء الله، يا دوبك هتوقف تفكر في الموضوع ده. ليه؟ لأن كلمة مال مش مقصود بيها القرش بس، هو مال الإنسان، ملكة يعني إيه؟ يعني ممتلكاتك. يعني كلمة مال كل اللي ليك، أوسع شوية من كلمة الفلوس، أوسع شوية من كلمة الفلوس. ففي حد ما يفكرش في ممتلكاته، في حد ما يهموش المكاسب المادية تماما، زيرو، قليل أوي. لما يدخل القبر، في ناس تخش القبر من دلوقتي اسمهم ميتين عن العالم، يا بختهم دول، بس الأغلبية مش كده. بس بما ان الأغلبية مش كده، والآية بتقول لتكن سيرتكم من خالية من محبة المال، يبقى لازم نجاهد في الموضوع ده، بالذات ان السيد المسيح نفسه قال ايه؟ محبة المال أصل لكل الشرور. أصل لكل الشرور، يعني الخطايا أصلها إن الواحد بيحب المادة. فكر فيها كده. أقول لكم شوية حاجات. محبة المال تجيب إيه للواحد؟ تجيب أول حاجة مثلا خلافات. لو في طرفين بيحبوا الفلوس جدا وتعارضت المصالح إيكوال خصام. هاتولي مثال من الكتاب المقدس مشهور، رعاة لوط ورعاة إبراهيم هيتخانقوا على المال. مال مش معناها بس فلوس، ما لهم من أرض. أول ما هيتخانقوا في ممتلكات إيكوال خلافات، بنشوفها
يا نهار ابيض على اللي بنشوفها. لما يكون في تعارض في ورث يحصل خلاف. لما يكون في تعارض جوه الاسره الواحده، الزوج والزوجه، مين هيدفع ايه وبكام وقد ايه والمين. لما يحصل التعارض في الفلوس، عشان كده بنقول لكل الازواج والزوجات وهم لسه بياخدوا دوره المخطوبين، فلوسكم تتحط على ايه؟ على بعض. مفيش دلوقتي اللي ليا واللي ليكي، وما تحسبهاش من فضلك، وما تبصش للحته دي، اصل لكل الشرور، هتخش في مشاكل. طب اقول لكم على حاجه كل الاباء عارفينها طبعا. معظم الخطوبات اللي ماشيه كويس لو فكت مره واحده بيكون السبب ايه؟ خلافات شخصيه مثلا، عاده 3 كلمات كلهم بحرف الشين بنحفظهم للشباب في دوره المخطوبين: الشقه، الشبكه، الشغل. الشغل يعني الفلوس، يعني ما بياخدش فلوس كويس، الشقه مش عجبانه وفرش الشقه وتوابعها، الشبكه مش زي بنت خالتي. ولازم تكون بنت خالتي مش بنت عمي، هي دايما بنت خالتي مش عارف ليه. اصل كل الخلافات او معظم الخلافات سببها ان ناس ماسكين في امور ماديه. ودايما الصلح بيكون عن طريق ان واحد يتنازل وواحد يكون مش في باله حته الفلوس. في 2 في الكتاب المقدس برضه اتخانقوا على موضوع الورث، بس مش باينه قوي في القصه. عارفين مين؟ انتوا عارفينها قوي. الابن الضال. هو الابن الكبير شال منه ليه؟ عشان خد الفلوس وصرفها بمزاجه وهو ما خدش الفلوس. فلوس برضه. قصه في الاخر فلوس. فمحبه المال اصل لكل الشرور. اول حاجه هي اصل الخصومات واصل الخلافات. محبه المال تؤدي الى حاجه يسموها اعوجاج الضمير. يعني ايه اعوجاج الضمير؟ يعني لو واحد بيقدر الناس بفلوسهم هيحابي الناس عن الناس، ويبقى عايز يكسب ناس عن الناس، وعايز يناسب ناس عن ناس. ممكن ما يبقاش راضي وضميره مش قابل، بس لو في دماغه موضوع الفلوس ومالك على قلبه ضميره يلخبطه. مثال في الكتاب المقدس، مين اشهر حد خالف ضميره عشان شويه فلوس؟ يهوذا. 30 من الفضه، يعني تقريبا قيمه 3 جنيه ونص كده. رقم كبير قوي مش كده؟ بس هي ملهاش علاقه بالكم، هي علاقه بمحبه المال. ابقى واخد فلوس من بتوع رؤساء الكهنه، الفلوس اللي جايه من ايد رؤساء الكهنه يبقى عملت معاهم بيزنس. هي بس البدايه 3 جنيه ونص. اوعوا تفتكروا ان يهوذا كان حاطط عينيه على 3 جنيه ونص بس، لا، هو بيفتح بيزنس بس هيكمل بعد كده. بس خالف ضميره، عوج ضميره عشان خاطر يفتح بيزنس مع رؤساء الكهنه. حد تاني مشهور، الحرس اللي كانوا حارسين القبر بتاع السيد المسيح، ده مش خالفوا ضميرهم، ده ضيعوا ابديتهم. دول كانوا ممكن يقولوا لا المسيح قام من بين الاموات، انا مسيحي اقطعوا راسنا. دول شافوا القيامه بعينيهم، مش شافوا العذراء بعينيهم، دول شافوا القيامه. امبارح حصل معجزه جميله جدا في كنيسه بتاعه العذراء عزبه النخل، حاجه عظمه. طب وبعدين الناس كل اللي كان متضايق ولا متشكك ولا متلخبط خلاص الاجابه جت من السماء، خلصت على كل ده. كان لسه من يومين ولد جاي يقول لي انا متضايق في شويه حاجات بشوفها بتلخبطني كده، واسئله وناس بيلخبطوا الدماغ. خلصت معاه ودخلت العشيه واحنا في الزف عمال اقول مش انت يا ست عذراء ساعة ما ظهرتي على الزيتون خلصتي الموضوع؟ أصل أيام العذراء الزيتون كانت الناس قلقانة عشان 67، وكانت بداية الطيارات الطائفية في مصر.
فالعذراء جت خلصت الموضوع على كنيسة أرثوذكسية الزيتون في مصر، خلاص خلصت. العذراء وشحمها ولحمها كده. فقلت ست عذراء انت مش قليلة على كده. الناس لو في حد متلخبط ولا في حد متضايق، ما السما تجاوب ونخلص، احنا لسه هنخش في ديبيتس. تقوم السما ترد وتخلص. ايوه بس مش دايما الشخص بيتغير، بالذات لو جواه محبة المال هيفضل يدافع عن فكرته برضه لو في الاخر مصلحة. امتى الواحد يبقى نقي؟ لو خالي من محبة المال. عارفين دي السيد المسيح قالها امتى؟ قال آية كده مبهمة في إنجيل مرقس، قال اعطوا ما عندكم صدقة حينئذ كل شيء يكون نقيا عندكم. يعني تخلص من محبة الفلوس، تعرف تتعامل بنقاوة بقى، بضمير صالح، تحكم على الأمور صح، تاخد القرارات الصح، تبص في مراية ضميرك صح. لكن طول ما في فلوس ومصلحة المراية معوجة، ما بتحكمش صح وبتخالف ضميرك. بأمارة الحراس اللي شافوا القيامة وخدوا فلوس وقالوا المسيح ما قامش، هم أول ناس عارفين. اعوجاج الضمير. بصوا الآية الجميلة دي موجودة في سفر يشوع بن سراخ. تسمعوا عن السفر الجميل ده؟ ده سفر روعة، عامل زي سفر الأمثال كده بس كبير قوي فمليان حكم. ويشوع بن سراخ ده كان عايش قريب من أيام السيد المسيح، قريب يعني 200 سنة، يعني مش زي سليمان 1000 سنة قبل المسيح. يشوع بن سراخ عشان كان قريب من أيام السيد المسيح 100 وحاجة سنة، فالحكم بتاعته قريبة للحضارة الأحدث شوية، فالكلام بتاعه سهل ويلمس الإنسان لغاية دلوقتي. طبعا ده غير إنه وحي من ربنا. بص يقول لك إيه بجد، آية جميلة جدا موجودة في يشوع بن سراخ الإصحاح 10. بصوا جميلة إزاي. يقول لك إيه؟ لا أحد أكبر إثما ممن يحب المال. مفيش حد عنده خطية أكبر من اللي عنده خطية حب المال. بصوا الكلمة اللي جاية بقى كأنه عايش معانا. بصوا يقولها إزاي؟ لأن ذلك الشخص اللي بيحب المال ده يجعل نفسه أيضا سلعة. مكتوبة سلعة كده، يجعل أيضا نفسه سلعة. يعني إيه سلعة؟ يعني مين هيدفع أكتر؟ معاك قرش تسوى إيه؟ قرش. لو أنت حكمك على طريق المال عملت من نفسك سلعة وعملت الناس سلعة، عملت الإنسان سلعة. مين عمل كده برضو وعوج ضميره واعتبر الناس سلعة؟ تسمعوا عن واحد اسمه بلعام بن بعور؟ بلعام بتاع الحمار. بلعام بن بعور ده كان نبي المفروض، بس الملك عرف يعوج له ضميره بشوية فلوس وقال له تعالى وسنعطيك الحلاوة. مش عارف تقريها. الحلاوة دي يعني بالظبط ايه الحلاوة دلوقتي؟ لغاية دلوقتي يقول لك نديك الحلاوة. من ايام بلعام بن بعور 1500 سنة قبل الميلاد. بلعام ده كان ايام موسى. كانت اسمها الحلاوة برضه، حاجة اللي تحلي بقك، يعني تحلي بقك ولا تمرر بقك، ولا تحلي بقك وتمرر ضميرك. فتاني خطية معروفة عند الشخص اللي تتملكه محبة المال هي الايه؟ اعوجاج الضمير. ثالث خطية هي أصل لبعض الخطايا. أنا بقول إيه؟ مفيش حد زيرو من محبة الماديات. عشان كده هنشوف نعمل إيه، يعني عشان يبقى كلام عملي مش مجرد بخوفكم. ما أنا بخوف نفسي كده برضه. كلنا عندنا حتة، يعني مفيش حد مننا بيحوش، مفيش حد مننا بيتبسط لما يبقى معاه فلوس وكسب قرش، لا طبعا. طب وبعدين هو ربنا قصده إيه امال؟ هنشوف، بس ناخد آخر نقطة. محبة المال برضو أصل الخطايا كتير مشهورة. أقول لكم إيه رأيكم في البخل؟ البخل دي حاجة مرتبطة بإيه؟ بمحبة المال طبعا. ودايما تلاقي البنت عندها قلق من موضوع البخل ده. هما البنات عندهم 3 مخاوف في محلها بصراحة من العريس، بس دي إيه الحاسة السادسة كده بيقولوها الأب الاعتراف بس، فأنا أقولها لكم بالمرة. تخاف جدا من العريس البخيل أو الكذاب أو اللي عينيه مش كويسة. 3 دول تشطب عليه على طول. معاك حق، لأن معنى البخل يعني محبة المال، يعني أصل كل الشرور. هات الباقي هيجي في السكة طالما ابتدينا الباب.
فالبخل خطية معروفة، هو التعلق بالفلوس جدا، ودي مرتبطة جدا بمحبة المال. طب ايه رأيكم في الطمع؟ ما هو الطمع يعني محبة مال. طب ايه رأيكم في الغيرة والحقد والحسد؟ هيكون عشان ايه يعني؟ عشان مين معاه اكتر من التاني. طب ايه رأيكم في السرقة؟ طبيعة طبعا عشان محبة المال. طب ايه ده كل الخطايا بقى المعروفة؟ لا ولسه الكبرياء، والواحد يبقى منتفخ كده وحاسس بنفسه. ليه؟ عشان حاسس انه معاه. طب القلق والتوتر، محبة المال. بأمارة انتوا كلكم بتخدموا أماكن بسيطة، هي عندها توتر ولا احنا؟ غالبا اللي معاه كتير متوتر كتير، واللي معاه قليل مش فارقة معاه. هي آخرها ايه يعني؟ ما هو أصلا بسيط. ده دلوقتي الطمع بقى في حاجات كتير أحبائي. يعني مثلا في بعض الجيمز عند ولادنا، ولد صغير كده تلاقيه في إعدادي بيلعب جيم تلاقيه كسب 50,000 جنيه مثلا. عندي ولد كده دخل حد عرفه سكة جيم معينة، دخل يلعب الجيم كسب 50,000 جنيه في يومين، كانش مصدق روحه. طب وبعدين خسر 150,000 في اليومين اللي بعديهم، وجاي يعيط. سوري، مش عارف يواجه ابوه وامه، هيجيب فلوس دي منين؟ وده بيدي كود وبيدي رقم وبيدي حساب، والبنك هيطالب وهكذا. دي حاجات من بره صحيح، بس بيخاطبوا في مصر هنا. طب ده ايه ده؟ اتورط طمع. فلوس جايه بالسهل. هو في فلوس بتيجي بالسهل كده؟ هو الراجل اللي عامل اللعبه يعني هو مش ذكي؟ ما هو اكيد عارف انه بيلعبها لطفل، والطفل ياخد من فلوس ابوه، هيتبسط في الاول وهيسحب الرقم بتاع ابوه باي طريقه، وهو بقى هيسحب من فلوس ابوه بعد كده. الطمع. اقول لكم اللي اسوأ من كده، يكفينا الشر، يكفينا الشر ان يجي واحد لابونا يقول له انا هموت نفسي. يقول له ليه؟ يقول له عندي احساس قاتل. يقول له ايه؟ بس ما تتخضوش بس. يقول له نفسي ابويا يروح السما عشان اخد فلوسه، ومش عارف اقاوم الاحساس. انا فعلا هو خلاص عنده 70 80 سنه، كفايه كده، انا عايز الفلوس عشان اعرف اتجوز. توصل لكده؟ هتوصل لكده. محبه المال تجيب احساس ضد الانسانيه وضد الغريزه لهذه الدرجه. يوصل لهذه الدرجه. ومن هنا بقى نسمع عن الحجر، ونسمع عن الغني الغبي. دي اصعب خطيه، ان الانسان يعبد المال. انتوا عارفين القديس يوحنا يقول ايه في الرساله بتاعته؟ احذروا من الطمع الذي هو عباده الاوثان. يعني حط مكان الوثن دولار. ما هي بدل ما الواحد بيسجد، الاوثان بتاعت زمان دي كانت بتعمل بحاجات غاليه برضه، ذهب وحاجات زي كده، بس بدل ما يتحط التمثال اتحط سبيكه، وبدل ما يدفع فيه قرشين حط القرشين نفسهم بقى بيعبدهم. وبقت اعصابه ودقات قلبه وصحته وصحه عياله مرتبطه بسعر الفلوس قد ايه وطلع فين ونزل فين. علقت نفسي بحاجه ريسكي، علقت قلبي بحاجه مش هيجي من وراها ابدا راحه بال. ده الغني الغبي اللي قال كلي يا نفسي واشربي وافرحي. افرحي في هذه الليله تؤخذ نفسك منك، هذه التي اعددتها لمن تكون. مثل الغني والعازر. الغني كان كل اهتمامه هيجمع وياكل ويشرب، لكن ما فكرش ان الفلوس دي هتيجي في يوم من الايام هتكون سبب دخوله الجحيم، لانه كان اناني فيها ومتعلق بيها، مش عارف يطلع منها قرش ولا طبق فول للراجل اللي قاعد بره. قد كده متعلق بالمال. حب القنية، التفاخر بالمقتنيات، مجاراة المجتمع والتنازلات. يعني في واحد يحب ينتمي لمجتمع شيك. طب والمجتمع الشيك ممكن يكون واخد صورة ايه؟ يكون واخد صورة
شوية تنازلات في القيم والمبادئ. طب عشان يكسب انه يبقى وسط المجتمع ده يتنازل شوية. اللي ربطه وخلاه يوصل لكده محبته المال، عشان يبقى عندي. ربنا يرحمنا. طيب عشان ندخل في العلاج، احنا اتفقنا عشان ما نبقاش في دنيا تانية ان ما فيش حد ما عندوش حتة كده. طب انت يا رب قصدك على انهي حتة بقى اللي غلط وانهي الحتة اللي صح؟ اقول لكم على جزء جميل جدا يطمنكم بعد كل القلق اللي انا قلته. في متى 10، افتكروا الآية اللي فاتت كانت في سفر يشوع الإصحاح الكام؟ ودي متى كام؟ يبقى يشوع بن سراخ 10 ومتى 10. فاكرين بتاعت يجعل من نفسه سلعة؟ دي بتاعت يشوع. طب بتاعت متى ايه؟ جميلة جدا. السيد المسيح ماشي مع التلاميذ. أصل الآية دي كاتبها واحد اسمه القديس إكليماندوس في كتاب اسمه من هو الغني الذي يخلص. القديس إكليماندوس السكندري ده كان واحد من القرن الثاني الميلادي، فيري ايرلي، قديم قوي. بس عمل كتاب كده وقال مين هو الغني الذي يخلص، لأن السيد المسيح قال ما أصعب دخول ذوي الأموال. فابتدى بالآية دي، إن مرة السيد المسيح كان ماشي مع التلاميذ وجاله واحد غني قال له أعمل إيه عشان أدخل السماء؟ قال له اعمل 1 2. قال له عملتها كلها. قال له خلاص يعوزك شيء، إيه؟ بيع بقى كل مالك وتعالى اتبعني. فمضى إيه؟ فراح السيد المسيح مدور للتلاميذ وقال لهم قنبلة، قال لهم ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. طب وبعد كده يقول لك فتحير التلاميذ جدا وقالوا له من يستطيع أن يخلص إذن؟ معنى كده أن التلاميذ هم كمان فيهم حتة إيه؟ والتلاميذ أغنياء؟ أبدا، شوية صيادين. يعني هي ملهاش علاقة بمين معاه، هم أصلا فقراء، بس بيقولوا له وبيعترفوا. القديس كليماندوس كاتب كده، قال ده اعتراف ضمني من التلاميذ ان حتى اللي معاه قليل عنده حته اسمها محبه المال برضه. التلاميذ نفسهم استغربوا، قالوا له ما حدش هيخش السماء لو كان لسه بيحب المال، طب ده مين يخلص ده؟ واستغربوا جدا ان الكلام مش هيعرفوا يحققوه. فراح في الايه اللي وراها السيد المسيح فسرها لهم وراح عاد نفس الجمله. هي كانت الجمله الاولانيه ايه؟ ما اعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. فتحير التلاميذ جدا وقالوا له إذن من يستطيع أن يخلص؟ ولا احنا حتى الفقراء برضو عندنا حتة كده. يقوم السيد المسيح قايل لهم الحق أقول لكم ما أعصر دخول، مين عارف؟ برافو عليكم، المتكلين على أموالهم إلى ملكوت السماوات. يبقى السيد المسيح فسرها، قال لهم أنا أقصد مش اللي معاه فلوس، أقصد اللي الفلوس معاه، أقصد اللي هو اللي عند الفلوس، أقصد يعني اللي متكل على الفلوس هي السند، مش هو اللي بيمتلكها، دي هي اللي إيه؟ هي اللي بتمتلكه. أقصد ما أقصدش اللي بيمتلك فلوس، أقصد اللي بتمتلكه الفلوس. المتكلين على أموالهم إلى ملكوت السماوات. طب برضه يا رب ما احنا برضه متكلين شوية على يعني هل احنا زيرو خالص؟ ما احنا كل ما الحاجة تغلى بنشوف طب احنا معانا كام هنعرف نجيب الحاجة ولا لا، أو الكلام ده يعني. علشان كده تعال نحط شوية شروط في الوقت اللي فاضل في ال10 دقايق دول. بصوا أحبائي، قواعد أنا واخدها من الكتاب، أنا جايب الكراسة اللي ملخص فيها، هي صراحة كتيب جميل جدا اسمه من هو الغني الذي يخلص، في منتهى الجمال بجد، كأنه عايش معانا، مش بقى تلاقي اللغة قديمة وكأنه من القرن الثاني وبتاع، لا هي ما هي نفس الحروب اللي من كما كان وهكذا يكون يعني. تعالوا نشوف قال ايه. قال لك أول حاجة ينفع تبقى غني وتخلص لو كان أول شرط المال بالنسبة لك وسيلة وليس غاية في حد ذاته. يعني ايه وسيلة وليس غاية؟ يعني أنا عايز فلوس علشان احتياجاتي، لكن امتى يبقى غاية؟ لو بجيب علشان أحس إن أنا غني وأحسن من الناس وأتكلم على فلوسي كتير وأتنقل من مرحلة سد الاحتياجات لمرحلة الرغبات والرفاهيات الزيادة. ليه؟ عشان يقولوا، علشان أبان، علشان يتكلموا،
علشان بقت عندي غايه اني اقول عندي كذا. في واحد يجي له الستيتمنت بتاعت البنك مثلا على البيت ولا على الموبايل، يقعد يبص لها كتير كده، ياه بقوا كتير، الاصفار زادت. عندك حق، هي اصفار فعلا اللي زادت. بس يقول لك اول حاجه الاحساس انك معاك مش غلط، ولكن اول قاعده انه يكون وسيله. انت بتستخدم الحاجات دي علشان تحطها جوز ولادك، احتياجاتك، حطينا القرشين يلا نقعد نخدم بقى. ياما بلاقي كده احبائي. لسه امبارح كان حد سافر بره مصر وتقريبا ندك، كان مش عايز اقول لكم قبضه كان عامل ازاي يعني، ولما راح بقى بالاسترليني قد ايه، وساب كل ده خلاص، جوز العيال ومراته معاه على الخط، قاموا كل اللي فاضل بكل حياتهم بقت للخدمه، بقت للخدمه. وقعد بيكلمنا من بره مصر يقول لنا انا سمعت عندكم خدمات كذا، ينفع اعمل ايه واسوي ايه؟ طب انت مين؟ فعرفت مين يعني. هي كانت بالنسبه لها ليها احتياجات، بس خلاص انا مش بعبدها، مش هقعد طول العمر اكوش فيها عشان اتملك بعناية منها يعني، ادت دورها خلاص. حتى يقول لك بالانجليزي ايه؟ money is a good servant but a bad master. يعني ايه؟ يعني الفلوس خدام كويس بس سيد شرير جدا. يعني لو قلبته بقى هو السيد يعذبك، طول ما هو سيرفنت ماشي. صح؟ ده المثل الانجليزي بره الانجيل اهو، ده من الناس متفقه على المبدا يعني، متفقه بس كل الناس تايهه، كل الناس متفقه بس كل الناس تايهه. يبقى اول حاجه اجعل المال وسيله وليس هدف في حد ذاته. تاني حاجه مقبول الادخار ولكن ليس التكنيز. يعني ايه التكنيز؟ ايه الفرق بين الادخار والتكنيز؟ يعني في حد هنا مش بيحوش لاولاده؟ نحوش لاولادنا طبعا، دي وزنه ولازم نعمل حسابها. يعني مثلا الايه تقول لك ايه؟ احسبوا حساب النفقه. السيد المسيح نفسه قال في واحد بيقعد علشان يبني بيت، المفروض يجلس ويحسب حساب النفقه. هل معاه اللي يقدر يكمل البيت لحد الاخر ولا معهوش؟ يحسن يبتدي وما يكملش والناس تضحك عليه. يبقى في حاجه اسمها حساب النفقه. صحيح. امال ايه الفرق ما بينها وما بين التكنيز؟ تشبه اللي فاتت. التكنيز فوق الاحتياج، وكأني انا بستمد اماني من الحاجه اللي انا محوشها، مع اني عارف ان انا مش هحتاجها، بس هي بتعمل لي نوع من الامان. دي خطر. اقول لكم دليل من المعجزه بتاعت امبارح دي. اتفقنا ان كلنا نتبسط قوي لو جالنا 1,000,000 جنيه دلوقتي، او انك كسبت فلوس، او لقيت وانت بتوضب الدولاب بتاعك لقيت جوه بلطو رزمه كده. ده دلوقتي 50 جنيه بقتش تفرق. قول مثلا لقيت رزمه ب 10,000 جنيه. بس اقول لك على حاجه، قدر الانبساط اللي حصل لك اكتر ولا لما شفت العذراء لغايه امبارح بالليل كانت بتظهر وبتقوم واحد مطروح فراش 7 سنين؟ انهي ولد لك امان اكتر؟ بامانه فعلا. طبعا وجود العذراء وسطينا بامانه، مش بنقول كده عشان تبقى الحياه الروحيه احسن يعني، ابدا، هي فعلا كده. ان العذراء وسطينا وبترعانا دي ادتنا امان اكبر بكتير جدا من لو لقيت 20-50 الف جنيه. طب اسالكم سؤال، هو هذا الشخص لو كان معاه 2 مليار جنيه كان هيعرف يقوم اصلا؟ هي ملهاش علاقه. وجود العذراء ادانا امان اكتر. يبقى لو تحول الفلوس لمصدر امان وليس الادخار للفايده، الادخار ماشي، لكن التكنيز يعني معناها انا عايز حاجه كده تعمل لي نوع من اللذه، نشوه. يبقى هنا دخلنا في حته مش مظبوطه زي الغني الغبي. قال حاجه ثالثه، قال انك تعتبر المال انك وكيل عليه وليس مالك له. من يدك اعطيناك. يعني الفلوس اللي جايه لي دي ده يعني محصله ايه؟ محصله صحه. صح؟ ما كان ممكن ربنا ياخدها دي وما جابش الفلوس. صحه على رزق.
رزق. هو حد يعني بيبقى عارف حاطط رجله فين بالظبط؟ ما هو ما بين يوم ويوم الدنيا بتعلى وبتنزل، والشغلانه بتقفل والشغلانه بتفلس والشغلانه بتزيد والبيت بيقع والعماره بتتحرق وكل حاجه بتحصل، محدش ضامن حاجه. هي صحه على شويه رزق وتوفيق من عند ربنا على شويه امكانيات. ومين اصلا اللي مديك شويه الامكانيات دي؟ ما هو ربنا برضو. يعني دي شويه جينات على تربيه برضو، ما كانش ليك ايديك فيها. يبقى جينات وتربيه ادوني امكانيات على توفيق من عند ربنا وبركه ورزق على شويه صحه. طب في اي حاجه من دول كانت بتاعتي؟ يعني دول لما العجينه دي طلعت على بعضها كده جابت لي شويه فلوس. طب الفلوس دي هتساوي في الاخر ايه؟ من يدك اعطيناك. عشان كده يقول لك هل انت بتعتبر نفسك وكيل على الفلوس دي عشان خاطر ولادك وماله؟ عشان خاطر المحتاج يا ريت، عشان خاطر المخدوم يا ريت، عشان خاطر الغلبان الفقير. ده مقياس داخلي يا احبائي، مقياس داخلي الواحد يحس ما بينه وما بين نفسه. الفلوس امتلكتني ولا انا اللي امتلكتها؟ تفرق في ايه؟ انت حاسس نفسك وكيل لفلوس ربنا باعتها؟ ودي تبان خالص. عايز تقيسها ببساطه يعني كنيسك تقول لك قيسها بالعشور. يعني المقياس البسيط الانسان اللي ملتزم بعشوره انسان حاسس ان ربنا ليه في الرزق ده. كاني مشارك واحد بديله عشر رزقي كل شهر، لانه ليه دور، ليه دور بياخد فيه العشر، دور الصحه والبركه والتكويني، فليه عشر. بنقابل في الاعتراف صدقوني ناس، واحد يقول لي انا بدفع دلوقتي 30% من مرتبي، هو ولد شاب لسه متجوز. فبقول له يا ابني ليه يا ابني؟ يقول لي ربنا فاتحها بالزياده وانا مش عارف اودي جمايله فين. اقول له بس شيل شويه، انت داخل على جواز وداخل وبتاع. قال لي يعني هو اللي جاب لي دلوقتي مش هيجيب لي ساعه الجواز؟ هيجيب. بيني وبينكم انا اتكسفت من روحي، يعني انا اللي عايز افرمله وهو اللي مصمم. قلت طب يبقى بالحكمه برضه، كل فضيله المفروض تبقى بالحكمه. فقلت له برضه من الحكمه ان اللي ربنا قال احسبوا حساب النفقه يعني. يقول لي يعني تقصد اعمل ايه؟ قلت له يعني برضه فلوس الشقه والحاجات دي. قال لي ربنا بعت الشقه من غير ما اقصد، لقيتها جت من عند ربنا كده. قلت له ايه بابا يعني؟ قال لي لا مش بابا. قلت له ايه؟ اتاري حد كان بيعمل معاه شغل معين وايه حاجه زي مقاولات وبتاع، وطلع في الاخر فلوس فاضله في حاجه في شقه. مين هياخد الشقه دي بقى؟ راح مديها له على بعضها كده. قلت له يا ابني عظيم هو ايمانك، يا ريت كل واحد يدفع 30% لو ربنا بيبعت له وراها شقه. تسمعوا عن واحد، عارفين شركه كولجيت بتاعه بتاع السنان دي؟ مره كنت بقرا في مجله كده اجنبيه، فلقيتهم عاملين حوار مع الراجل بتاع الشركه دي، فبيقولوا له انت ابتديت ازاي؟ عارفين بقى لما يسالوا واحد ناجح عن قصه كفاحه والحاجات دي يعني، فبيقولوا له ايه اللي اغناك وخلاك شركه من اشهر شركات؟ هي مش بس معجون سنان، هي حاجات تانية كتير يعني. فقال لهم اصل انا مشارك واحد هو اللي بيصرف على الشركه بصراحه، وانا باخد الارباح على الفاضي، هو ده اللي صح اني اقدمه لكم يعني. فقالوا له مين؟ قال لهم جيسس كرايست. قالوا له ازاي؟ قال لهم ابدا، انا كنت اول ما ابتديت الشركه بحاجه بسيطه كده، قلت له بص انت تدخل معايا في الشركه واوعدك اني هدفع العشور، اوعدك. فلقيت الشركه كسبت، رحت دافع العشور. قلت له بس لو الارباح زادت 20%. راحت الارباح زادت، رحت دفعت 20%. وفضلت هكذا. فالمذيع او المحاور ده بيقول له ودلوقتي وصلت لكام؟ قال له 90% بديها لربنا و10% بس ليا. وانت بتقول لي ناجح؟ اللي ناجح هو الشريك بتاعي، الشريك بتاعي هو اللي منجح الشركه، عشان حط ايديه في ال5 خبزات اكلت ال5000. بس عندنا ايمان بكده، عندنا ايمان فعلا ان يسموها ايه؟ بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. يعني التعب مطلوب، لازم يبقى فيه تعب، بس مش هتحتاج تهتم ويبقى الهموم بزياده عشان تجيب. لا البركه هي تجيب لك الزياده دي. اللي يستحق يزيد هي البركه، مش اللي يستحق يزيد هو اهتمامك. يبقى احبائي الانسان يبقى امين في وزناته ويتعب، وممكن كمان يبقى معاه مال بس المال يفضل وسيله وليس غايه، يبقى للادخار وليس للتكنيز.
يبقى وكيل عليها وليس مالك لها. هسرد بسرعة، مش هطول بقى، هسرد بسرعة 10 تدريب، ما تخافوش 10 بس أقولهم عناوين. 10 تدريب قالهم القديس إكليماندوس في الكتاب. قال لك أول حاجة تقيس نفسك إزاي، أنت عندك حب المال ولا بتستخدم المال. راح قايل 10 حاجات كده. قال لك أول تدريب اسأل نفسك، هل محبة المسيح أولا إذا تعارضت مع محبة المال؟ ها، ده واضح إن كلامه عملي. هو كل اللي هقوله حاجات عملية جدا. يعني عندك عمل خير، التزام روحي، قانون روحي عايز تطبقه تتممه، عندك قداس وعندك صفقة وعندك فلوس ممكن تتأجل. طبعا في حاجات ما ينفعش تتأجل، مش دي اللي يقصدها. هو لو الحاجتين ايكوال وقدام بعض هتفضل انهي؟ دي تبين، دي تقفش قلبك ميال ناحية ايه. لانك وارد جدا لو فوتت القداس هتروح تجيب فلوس في الحبة دول، لو سبت الخدمة بتاعت بالليل هتجيب مكانهم فلوس طبعا، ما انت مش هتقعد في البيت. ايوه بس انت عندك انهي اولوية؟ محبة المسيح في تنفيذ وصيته ولا كذبة هتكسبك الافات؟ ساعات بتبقى كذبة واحدة، كلمة او لا، حرفين لو اتقالوا بس بكذب هتجيب وراهم الافات. ويظهر الحجج بقى، ما هي فلوسي، ما هي كذبة بيضة، ما انا هبقى اروح اعترف. بقينا احبائي نستهين بالاعتراف. اخطيت وانا اولكم. خلاص بقت حضن ربنا اللي مفتوح بيخلينا نستهين قبل ما نعمل الخطيه. هبقى اتوب؟ طب انا اسالك سؤال معلش ما تزعلش مني، ولما تتوب المفروض ترجع ال10,000، ما تبقاش توبه بقى. ولا زكا ما عملش كده؟ ما هو زكا عشان يبقى تايب الفلوس اللي كان خدها غلط رجعها. يبقى مش كلمه هكسب من وراها فلوس وديتها توبه، لا، ما هي ديتها توبه فعلا، بس اكتمال التوبه انك تصلح غلطتك ولا ما تبقاش توبه. تاني حاجه قالها، قال قيس لنفسك حب القريب. قلبك بيتحرك ناحيه المحتاج. مين هو القريب؟ افتكر المثل السامري الصالح، يعني اي حد. وبالمناسبه حته القريب دي ساعات بيجي لنا سؤال يا ابونا كتير، ابونا انا معايا عاشور بس في حد من قرايبي محتاجه، ينفع ادي للاقارب ولا ما ينفعش؟ اي حد محتاج ينفع، بس اقول لك شرط، ما تقفلش عند هنا، اسمع الشرط الاول. هل في مصلحه من ورا الفلوس دي؟ يعني مثلا في واحد يقول لي انا هدي فلوس مش لازم لقريب، هديها للبواب. ايوه بس في المقابل البواب هيضرب لي تعظيم سلام وانا داخل، هيعمل لي العربيه ببلاش. يبقى هل هي كده كانت صافيه، عاشور صافيه يعني؟ او لو كانت لحد من الاقارب بس هي هتلف وترجع لي بس بشكل حتى معنوي او بكرم في هيئه هديه. فلوس عاشور يعني فلوس صافيه عشان خاطر ربنا، لاي حد. لاي حد، يعني ينفع حد من قرايبي في عنده مشكله ينفع. بس اقول لك نصيحه عشان يحصل اللي بقوله ده، حاول توصلها بطريقه غير مباشره، مش لازم منك انت على طول، عشان لو كانت تعرف انها منك هيحاول يردها لك حتى لو معنويا. لكن من حيث المبدأ يا ابونا نقدر ندي للاقارب، مش كده يا ابونا؟ مش تصريح عام. الحلقه الاعلى انك تدي فلوس ومش عارف رايحه فين. يا رب ولا يهمني، فقراء ماشي، الكنيسه ماشي، لكن في بعض الاحوال بيجي لنا دايما السؤال ده. في اضيق الاحوال ماشي، بس ما يبقاش من خلالك، ما يتعرفش ان انت، احسن يكون من وراها ايه؟ مصلحه. فيقول لك حب القريب. تاني حاجه اسال نفسك، هل بتقيم الناس حسب ممتلكاتهم؟ في التعاملات، في المظهر، في الشكل، في الشياكه، في طريقه الكلام، في الانجليش، في نوع العربيه، في سلسله المفاتيح. بتقيم الناس بياخدوا معاك رانك عالي كده لما تحس ان معاهم، ولا ما بيفرقش؟ ولا كمان بتبص للي محتاج انه اهم؟ دي كانت عينين المسيح. عينين المسيح تقول ويل لكم ايها الاغنياء، ويبص للمحتاجين يقولوا طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانة الان.
المسيح كان يبص للمحتاج ينجذب له، واللي طالع فيها شويتين يخاف عليه ويخاف منه، يخاف عليه ويخاف من التعامل معاه. رقم 4 قال لك قيس سرورك في العطاء، مش في العطاء بس، سرورك يعني انت مبسوط انك فرحت حد بتعبك وباموالك وبمادياتك، الفرحه دي مكتمله، فرحان انك بتدي، يبقى حلو، لان الايه بتقول مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ. الحاجه رقم 5 قال لك البحث عن عمل الرحمه. لو انت فعلا خالي من محبه المال، مش متكل على، تلاقي نفسك بتدور اصرف فين لحد محتاج. في ناس ليهم كرمه كده، في حد يجي له واحد يقول له انا عايز 10 جنيه يديله 20 جنيه، تقول لي بس ده هيبقى لقطه ده. لا ما تخافش، فلوس ربنا، ربنا بيتصرف، ربنا بيتصرف وبيبعت وما تفهمش ازاي. ربنا بيتصرف وبيبعت وما تعرفش ازاي. هل انت بتبحث عن عمل الرحمه؟ انت اللي بتدور عليه، يا بختك، يبقى كده انت اللي مالك المال، مش المال هو اللي مالكك، لانك نفسك تنفذ الايه ان انت وكيل على الفلوس وعايز تديها لاصحابها، واللي معاك بتعمل بيه احتياجاتك وربنا بيبارك فيه. اللي بعد كده قال لك حاجه غريبه، رقم 6، خلاص فضل 4. رقم 6 قال لك فكر السماء هل يشغل دماغك؟ لان الايه بتقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الايه؟ بل اكنزوا لكم كنوزا فين؟ في السماء، حيث لا يفسد سارق ولا يفسده سوس. لأنه حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. فلو قلبك فعلا في السماء تلاقي نفسك بتكنز، بتحوش في السماء. عايز اصحاب في السماء، حكيت لكم قبل كده بس عايز احكيها تاني. حد اعرفه كانت متعلقة بزوجها جدا، وبعدين زوجها كان انسان خير جدا، كان يدي الفلوس يعني بالزيادة. كانت تحكي هم في قرية بعيدة، كانت تحكي ان يخبط عليهم القرابني مثلا في نص الليل عايز فلوس القربان بتاع القداس، يوم مدي اللي موجود في الشقة. وبعدين جه يوم والراجل ده تنيح، وكانت هي حزينة عليه جدا، وكانت بتتكلم معايا قد ايه هي حزينة عليه، انه كان انسان قديس بالفعل يعني. فبتقول لحد ما في يوم شفت زي رؤية ما بين النوم والصحيان، شفت المسيح في السماء وجوزي طالع السماء كده، وانا واقفة زي ما اكون بصة، كاني واقفة جنب السيد المسيح وشايفة جوزي طالع كده. وقلت الحمد لله ربنا طمني عليه انه رايح عند حضن المسيح، دي انا ما كنتش عايز احسن من كده. بس قعدت ادقق نظري، لقيته محمول على ايدي الناس اللي كان بيعطف عليهم وبيديهم، عمالين بيزقوه بيطلعوه السما بزق حتف. بتقول قعدت ادقق في عين الناس، عرفت ان ده القرابني، وده الراجل اللي كان بيعالجه، وده الراجل اللي كنا بنقابله في الشارع، وده جارنا. اتاريهم هم ايه؟ اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، عشان لما توصلوا للدار الخارجية الأبدية يذكروكم، يزقوكم. فكر في السماء. رقم 7 هيبتدي يعلى علينا شوية. هل وانت بتدي بتحكم من يستحق ومن لا يستحق؟ طب ما دي المفروض الواحد يحكم، يعني الناس اللي طول النهار دايرة في الشوارع وعمالة تعمل كده، دي عندها عمارات يا ابونا على فكرة. أيوة دي صح ان يبقى في حكمة، بس أنا بتكلم على ضميرك أنت، لألا يكون عشان خاطر في واحد نصاب أنت ظلمت 100 أو 99 تانيين ما رضيتش تديهم، أحسن فاكرهم يطلعوا نصابين. فاهمين الفكرة؟ يعني بيجي لنا أنا أبونا بيجي لي 100. على فكرة الجملة دي اللي قالها البابا شنودة، قالها لأحد الآباء الأساقفة، كنا معاه الشهر اللي فات الآباء الكهنة، وقال لنا حكاية لنا البابا شنودة في لجنة البر. في مرة قلت له ده فلان ده عنده كذا ويحصل ممكن يكون هيعمل بالفلوس كذا، فالبابا شنودة راح قايل له، قال له يحسن على حس واحد أظلم وراه 99، كل اللي داخل بديله على قد ما ربنا بيبعته ربنا بيبارك. ده حاجة عالية دي. لا يمنع ان الانسان يكون عنده حكمة، بس انا بسأل قلبك انت، القلب هو اللي يحدد. اقول لكم على قول للقديس يوحنا ذهبي الفم يوبخني جدا، يقول المتسول، من ايامهم في متسولين برضه، متسول يعني مش بيستعطي، متسول يعني نصاب. المتسول يمد يده ليأخذ من مالك
والله هو الذي يأخذ العطية. يعني كأن الشحات ده حاطط ايده كده، فانت جيت تحط الفلوس حطيتها في ايد مين؟ فوق ايه؟ في ايد المسيح. يعني اللي قبلها المسيح لانها طالعه من قلبك. وعشان كده في ناس يقول لي انا بفك فلوسي جنيهات ولا خمسات ولا بتاع واحط في العربيه عشان ايه؟ ما اكسفش حد. واللي ضميره مستريح مع اب اعترافه انه بيودي فلوسه في حته تانية وليكن، بس انا عايز قلبك انت. هل دايما بتحكم مين يستحق؟ اصل هي مش بس في الفلوس، هو انت تلاقي نفسك طريقه تفكيرك كده دايما، ده يستحق احبه، ده يستحق اديله، ده يستحق اعزمه، ده بقيت بتقيم الناس زياده. رقم 8 يقول اجمع لنفسك جيش في السماء من المعوزين. دي شبه اللي فاتت. بعد كده رقم 9 حلوة بقى عشان يظبط الدفة. رقم 9 قال ليكن لك مرشدا في الأمور المتخالفة. يعني لما تحس إن في حتة كده أنت زودتها شوية، أنت عايز تجيب شاليه رهيب فين بفلوس إيه، بس أنت حاسس إن ده احتياجك وده مستواك عادي يعني. أيوه مستوايا ولا ده طمع؟ وماله، ناخد إرشاد. شوف حد مش جوه المشكله، حد باصص من بره وحد روحاني. عاده بيطلع اب الاعتراف يقول لك بص انت ابني وانا مربيك من وانت صغير، وانا عارف عيلتك ومستواك وفلوسك. طبعا الشاليه ده ما فيهوش حاجه، ما هو ده نفس مستوى بيتك يعني. وممكن في وقت تاني ابونا يقول لك يا حبيبي انت ناسي ايام ما كنت عايز تترهبن؟ فاكر لما كنت بتعترف عندي وانت في اعدادي وثانوي؟ يا ابونا بس الكلام ده زمان. ايوه مش انت دلوقتي اتجوزت العيلين خلاص وقعد انت وزوجتك، ليه دماغك شغاله في الاتجاه ده؟ وما تزعلش مني، انا ابوك في الاعتراف. انت عمال تكلمني في الموضوع ده بقالك كذا مره، وعمري مره ما لقيتك بتقول لي ما عندكمش خدمه يا ابونا اخدم فيها. يبقى في حته كده مش مظبوطه. يوم اب الاعتراف ايه؟ يساعدك انه يقفش لك الحته دي، هي حب مال ولا عادي؟ عشان كده رقم 9 قال ليكن لك مرشدا في الامور المتخالفه. اخر حاجه رقم 10، بصوا الجملة دي وقولوا لي معناها ايه. يقول الأمانة في السلوك، لأن الفلوس تفتح لك السلك المسدودة ولكن بعدم أمانة. يعني ايه؟ يعني انت معاك فلوس وغني وماله، ما ابراهيم كان غني وداوود كان ملك، مفيهاش حاجة. بس هل الفلوس فتحت لك طرق كانت مسدودة بسبب وصية ربنا بس الفلوس فتحتها؟ الآباء الرهبان عندهم قول حلو يقول لك فم تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا. يعني الفم اللي متعود على الصيام عمره ما هيشتهي خمر، هو نفسه على ميه. لكن امتى هيشتهي الخمر؟ لما يشبع تماما من الميه والعصير. فتقوم الفلوس ساعتها تقول له طب ما هو معاك، ما تفتح السكك المسدوده. فعشان كده بيقول ايه؟ هل الفلوس اللي معاك فتحت لك سكك كانت مقفولة بوصية ربنا؟ لو كان ده حصل راجع نفسك، يبقى المال هو اللي بيملكك مش انت اللي بتملك المال. إذا يا أحبائي احنا النهاردة عرفنا الآية اللي بتقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وربنا حلها لنا. قال لنا ليه يا حبايبي أقول لكم كده؟ عشان أنا قلت لكم لا أهملك ولا أتركك. خلاص بقى خلصت. أيوة يا رب، طب ليه قلت إن المال أصل كل الشرور؟ لقينا فعلا إنه أصل الشرور كتيرة جدا، بس أنا فيها حتة زي التلاميذ حتى. أيوة في شوية محددات، زي إنك تخلي الفلوس وسيلة مش غاية، تخليها للادخار وليس للتكنيز، تخلي نفسك وكيل عليها وليس مالك لها. والعشر تدريبات اللي قالهم القديس إكليماندوس في كتاب اللي اسمه إيه، عشان لو عايزين تقروه، هو مش طويل على فكرة، هو صفح قليلة، اسمه من هو الغني الذي يخلص لإلهنا